5 البنك المركزي، إصدار السبعينات. هنتكلم عنها وعن أسعارها وأماكن بيعها. 5 دي الشهيرة ب5 مسجد أحمد بن طولون. 5 مسجد أحمد بن طولون، ودي إصدار سنة 76. جميع إصدارات ال5 دي كانت في السبعينات، اللي هي الشكل ده. نيجي بقى على سعرها. طبعا الحالة اللي قدامك حالة متوسطة، حالة متوسطة. طب بتعمل كام بقى الحالة المتوسطة دي؟ دي بتعمل من 70 ل80 جنيه، من 70 ل80 جنيه. الحالة المتوسطة من 70 ل80. الحالة الزيرو بتعمل 150 جنيه. الزيرو اللي ما اتلمستش بتعمل 150 جنيه، بتعمل 150 جنيه. أما حالة زي اللي قدامك بتعمل 70 جنيه. متقطعة بقى، متنية، مهرية، الكلام ده كله ما بتعملش سعر، لأن الورقة دي موجود منها كتير. دي مش حاجة نادرة، دي موجود منها كتير. فدي بتعمل بالسعر اللي أنا بقولك، بالحالة اللي أنا بقولك عليها دي، الحالة اللي قدامك بتعمل 70 جنيه. الحالة الزيرو بتعمل 150. اللي عليها قطع بقى واللي عليها كتابة والكلام ده كله وفيها قطع والكلام ده كله بتعمل حاجة بسيطة، 20 جنيه، 25 جنيه، الحاجات دي يعني مش غالية يعني. ده بالنسبة لل5 دي، اللي هي 5 بنك المركزي جامع ابن طولون دي. هوريك بقى 5 تانية برضو واقول لك على سعرها. 5 دي، 5 دي، 5 البنك الأهلي، 5 جنيه البنك الأهلي المصري. دي بقى البنك الأهلي، وأي حاجة البنك الأهلي بتبقى أغلى من البنك المركزي. عمولات البنك الأهلي دايما أغلى من عمولات البنك المركزي. ليه أغلى بقى؟ لأن البنك الأهلي أقدم من البنك المركزي. البنك الأهلي أقدم من البنك المركزي، فأي عملة مكتوب عليها البنك الأهلي بتبقى أغلى من عملة البنك المركزي. نيجي على ال5 دي. دي طبعا إصدار سنة 58 أهي. سعرها بالحالة اللي قدامك دي طبعا حالة متوسطة أهي، بتعمل 100 جنيه، بتعمل 100 جنيه. الحالة المتوسطة اللي قدامك دي بتعمل 100 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 200 جنيه، 200 جنيه للحالة الزيرو اللي هي ما اتلمستش، بتعمل 200 جنيه. أما بالحالة اللي قدامك بتعمل 100 جنيه، فيها قطع بقى، فيها كتابة، الكلام ده كله، وكل ده بينزل من سعرها، كل ده بينزل من سعرها. أماكن البيع والشراء جروبات الفيسبوك. اللي معاه عملة قديمة وعاوز يبيعها بيبيع على جروبات الفيسبوك. جروبات الفيسبوك، لو معاك عملة وعاوز تعرف سعرها ابعت الصور في التعليقات وأنا أقول لك سعرها. إنما البيع والشراء على جروبات الفيسبوك أو الأسواق، الأسواق أو جروبات الفيسبوك.